ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي امير ناجي. انا شغال في الجزارة من وانا عندي 10 سنين. انا والدي مبيض معمار، كنت شغال معاه فترة واتعلمت الشغلانة ديت. بدأت اتعلم منه اناوله في المحارة والبياض والطهارة والكلام ده. انا سبت الشغلانة بتاعت ابويا لان انا ما بحبهاش. شغلانة متعبة جدا وشاقة جدا ومرمطة كتير. فانا فانا كان داخل علينا عيد كبير وكده، فشفت زفة جمال وكده. فماشي كنت انا طفل صغير بقى، كنت ماشي بقى ورا الاطفال وكده. آه... اللي بيحب النبي صلى الله عليه واللي بيحب فلان الفلاني يقول هي والكلام ده كله، ويحدفوا علينا كراميلا. طبعا انا كنت صغير فكنت بحب الحاجات دي قوي. فضلت ماشي معاهم ماشي معاهم. رحت انا تهت في الشوارع كده. فالمهم فضلت ماشي وماشي وماشي لغايه لما عرفت اروح البيت لوحدي. كنت ماشي انا واصحابي. فشفت الراجل اللي هو بيذبح العجل كان شاب صغير كده، من يعني كان عنده مثلا بتاع 14 سنة، صنايعي. رحت بصيت له كده قلت ايوه، ده انا بحب الشغلانه دي ونفسي اتعلمها زي الولد ده، في خيالي كده. رحت اشتغلت سنتين مع واحد من غير فلوس، ما كانش بيعلمنا اي حاجه خالص خالص. كل ما حد يقول له علمه ما بيرضاش يعلمه خالص. قعدت معاه مش عارف سنتين ولا 3 سنين. المهم الراجل ده ما كانش كويس، كان راجل فظيع جدا، قلة أدب وبهدلة وحاجات مش كويسة. المهم سيبته ورحت اشتغلت مع ناس أجارك الله، ناس وحشين جدا جدا جدا. قعدت 3 سنين مع، يعني مش 3 سنين، 5 سنين معاهم. ما باخدش فلوس، ما باخدش فلوس علشان اتعلم شغلانتي، اتعلم ازاي اذبح واصلخ بس. يعني قعدت ما باخدش فلوس خالص نهائي، ومرمطة وشيل وحط وبهدلة ومش عارف ايه. بس انا بحب شغلانتي، انا بحبها على قلبي زي العسل. بس انا نفسي اتعلم، نفسي اذبح، نفسي اقطع حتة لحمة، نفسي اشتغل، نفسي ابقى كويس. المهم اتحايلت على والدتي، يا ماما سيبني اروح وبتاع. قالت لي انت بتتبهدل وما بتاخدش فلوس من حد. مرة مع مرة قالت لي لو اشتغلت في الشغلانة دي تاني مش هشغلك فيها. يا ست ابوس ايديك يا ست، نفسي اشتغل فيها، انا بحب الشغلانة دي، يا ست ابوس ايدك يا ست. وهي ابدا بتخاف عليا من السكاكين ومن البهدلة، ومن خاف عليا حد يعورني، حد يشتغل، حوارات بتحصل. قلت لها طب يا ماما انا عاوز اشتغل، الشغلانة دي اللي انا بحبها. قالت لي انت ما بتجيبش منها فلوس، وزي ما بتروح زي ما بتيجي. والله العظيم 3، والله العظيم 3 انا اشتغلت في الشغلانة دي من غير ولا جنيه عشان اتعلمها. ومن ناس يعني ربنا يكفينا الشر، يعني حاجة مش كويسة خالص. بهدلة وقلة أدب. بس بحبها. مرة بقيت راجل صنايعي، بقيت بشتغل في اسكندرية معروف. مرة مع مرة رحت بقيت معروف في السلخانات في المجازر بتاعت اسكندرية كلها. مرة مع مرة بقيت معروف في مصر. مرة مع مرة عملت صفحة يوتيوب، بقيت شغال في اليوتيوب برضو. مرة مع مرة نزلت صور على الفيس.
رحت ايه مهبط اللعب بقى شويه، وقفت الجزاره، وقفت الذبيح والسليخ، ودخلت على محلات الجزاره. قبل ما اخش على محلات الجزاره كنت انا شغال، كنت انا في المدرسه ساعتها، كنت معايا دبلوم صناعه. أه كنت شغال في المدرسه في قسم البناء والتشطيبات، مدرسه الصنايع. فانا يعني من النوع اللي انا بحب ايه التصوير، وبحب الفيديوهات وكده، وبحب مجال الفاشون، يعني بحب التصوير والفاشون. فقررت ابقى موديل بقى. موديل وجزارة مش جايين مع بعض خالص. فقعدت فترة في التصوير، قعدت سنة بتصور وبخش، بعمل اعلانات لتي هاوس وتوكسيدو، وبنزل مصر بتصور مع جيركو رو، وبروح مكاتب الكاستنج مصطفى الاسواني وحازم الاسواني وتارجت، بقيت معروف في مجال الفاشن. ما كملتش في الفاشن ليه بقى؟ لان الموضوع الفاشن او التمثيل في البلد دي، يعني في مصر بالذات، كوسة. يعني انت عشان تنجح كوسة، لازم تدفع فلوس، لازم يبقى معاك علاقات، ولازم يبقى معاك فلوس كتير عشان تتصور وتجيب لبس وتعمل فريحت دماغي خالص، طالما مفيهاش فايدة اشوف شغلانة ايه حلوة. وانا كنت معايا صنعة، كنت معايا جزر، فرجعت اشتغل في الجزارة، بس مش في السلخانات، رجعت اشتغل في محلات الجزارة. اشتغلت في محل جزارة، واتعلمت التشفية في شهر. والله العظيم انا متعلم التشفية في شهر في الجزارة. واشتغلت فترة كبيرة في محلات، وبرضو محلات بتاعت اسكندرية معروف فيها الحمد لله. آه، اي جزار في اسكندرية بإذن واحد احد يعني يعرفني الحمد لله. يعني في صناعتي، في شغلي، في طريقة معاملتي مع الناس، طريقتي كويسة. الحمد لله، يعني مش وحش. الناس بتحبني. آه انا ليا منافسين كتير في السوق، بس الحمد لله يعني انا ماليش علاقة بيهم نهائي. لان في الشغل دي بالذات صاحب نفسك ترتاح، ما تحاولش تبقى مع حد، او تبقى مع حد في الشغل، او ده صاحبك. الشغلانة الجزيرة دي مفيهاش صاحب اساسا، مفيش حد بيحب التاني فيها. فنصيحة، لو اتعلمت شغلانة الجزارة ما تصاحبش حد فيها الا من رحم ربي. يعني في ناس كويسة وفي ناس وحشة الصراحة. آه فالمهم كملت في الجزارة، واحدة واحدة بقيت بعمل فيديوهات على اليوتيوب. فانا يعني من النوع اللي انا ما بحبش اطلب حاجه من حد الصراحه. يعني لو حد طلب مني حاجه اعملها له، لكن انا لما بطلب حاجه من حد محدش بيعملها خالص. آه، مش عارف ليه، مع ان يعني اللي بيساعد العباد ربنا. فاللي انا طالبه منك انك تصبر وتشقى، تشقى بجد، عشان تبقى حاجه كويسه وحاجه محترمه، عشان لما تكبر تعلم عيالك يعني ايه شقى ويعني ايه يجيبوا فلوس بالحلال. مش عايزك تاخد كل حاجه بسهل، يعني بسهوله، ما تقولش انا اقعد في البيت والحاجه هتجيلي بسرعه ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، مش عايزك تبقى ساكت، عايزك تلف وتدور وتسعى. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. عايزك تشتغل على نفسك، عايزك تبقى كويس. ما تسمعش لحد يقولك انت عيل فاشل وانت عيل ما مش عارف ايه والكلام ده كله. قوله فكك، عايزك تبقى احسن منه. ما تخليش حد يكسرك، ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يتكلم معاك كلمتين ما يعجبكش. مش عايزك تبقى كده.
انا عايزك تبقى راجل ناجح، عايزك تبقى راجل ناجح، مش كل حاجة بالعافية. انا عايزك تبقى كويس. اصبر عشان تحقق احلامك وعشان تشتغل على نفسك. لازم تعرف كل حاجة. انا بحكي قصة حياتي عشان تتعلموا منها. ازاي انا بدأت الشغلانة من غير فلوس، ودلوقتي الحمد لله بقيت راجل يوتيوبر على اليوتيوب. تمام. ده كله ده بفضل ربنا. انا عايزك تبقى ناجح، عايزك تبقى كويس، عايزك تبقى شاطر. اصبر، الصبر كويس. فاشتغلت وخدت ذبحات كبيرة والحمد لله بقيت معروف. اشتغلت ذبحة هشام طلعت مصطفى. اشتغلت لمستشارين كبار. مسكت ذبحات لناس كبيرة جدا معروفة في السوق بدون ذكر اسامي. اشتغلت مع ناس يعني الحمد لله الحمد لله، ناس معروفة جدا في اسكندرية وناس معروفة اساميها، وهم اللي كانوا بيعرضوا عليا، مش انا اللي بعرض عليهم. في ناس عرضت عليهم وفي ناس ما عرضتش، مش كله عادي. عايز اشتغل، عايز انجح، اعمل المستحيل عشان انجح. ما تخليش حد يكسرك، اللي يكسرك اكسره. عايزك تبقى ناجح، من تصوير وموديل ومن مبيض محارة لجزار. يعني موضوع كبير، موضوع كبير، والحمد لله يعني كل واحد بيدي، ربنا بيدي الواحد، كل واحد على قد تعبه. الحمد لله. انا عايزكم تبقوا ناجحين وتبقوا احسن مني كمان. ربنا يوفق الجميع، وانا بحبكم كتير كتير كتير، وان شاء الله اللي جاي احسن. اشوفكم على خير. بحبكم.